النهاردة هنتكلم عن حاجة تخص الأكتروس MP4. هنتكلم عن حاجة اسمها البير والأمبير. تمام. طيب، أولا كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان الكريم بنحاول من وقت للتاني إن احنا ما نبخلش عن القناة بأي فيديو، لكن طبعا لضيق الوقت والكورسات اللي شغالة فما بيبقاش في وقت إن احنا نعمل فيديوهات. لكن طبعا عشان شهر رمضان كان في أجازة من الكورسات، فحبيت إن أنا يبقى في فيديو على القناة، او من وقت للتاني يبقى في فيديو ان شاء الله نفيد الناس بالمعلومة عن المجال بتاعنا ومجال القناة. طبعا الاكتروس MP4 انتشرت الفترة الاخيرة، وفي ناس كتير بقت حابة تعرف معلومات عنها وتستفسر عنها، سواء كان الناس دي من صيانة مهتمين بالصيانة، او الناس اصحاب العربيات، بحيث ان هو الراجل لما يروح ورشة يبقى فاهم الناس اللي بتتكلم معاه بتتكلم صح ولا بيستغله او بيحور عليه او بيشتغلوا ايا كان المسمى. هنتكلم عن حاجة اسمها البير والأمبير. البير والأمبير دول عمليتين بيتموا في طقم الدوارة. طقم الدوارة في الأكتروس MP4 عبارة عن 3 كنترولات. أولهم وأهمهم ال EIS اللي هو الكونتاك، تاني واحد ال MCM كنترول المحرك، تالت واحد كنترول الفتيس أو الجير اللي هو كنترول TCM. مكانهم EIS مكانه في التابلو اللي هو كونتاك، ال MCM مكانه على المحرك في الجنب الشمال، والTCM مكانه على الفتيس او على الجير في الجنب الشمال. طيب ايه اللي بيحصل لو واحد من الثلاثه دول او من المجموعه دي حصل فيه مشكله؟ فبالتالي هعمل ايه؟ اضطر ان انا اعمل عمليه الامبير والبير. ببساطه البير عمليه اقتران، وامبير امبير يعني عدم اقتران. برضو صعبه، في ناس مش فاهمه كلمه يعني اقتران وعدم اقتران. هنقولها بلفظ عامي اكتر شويه او عارفينه في الحياة اكتر شوية. البير يعني ايه؟ زواج، والامبير يعني طلاق. طلاق يعني انفصال، وبير زواج يعني ارتباط. تمام. فانا دلوقتي في كنترول من كنترولين المسؤولين عن الدوارة اللي هما المحرك والفتيس، دول حصل فيهم مشكلة. الام سي ام ده حصل فيه مشكلة اتحرق، فانا هجيب كنترول تاني خارجي واركبه عندي في العربية. هنعتبر الاي اس ده هو الزوج الرئيسي الموجود في السيارة، والام سي ام دول والتي سي ام اللي هم الزوجات. فعشان اجيب زوجة من خارجية اركبها عندي في العربية لازم اعمل لها ايه؟ طلاق الاول، اطلقها الاول قبل ما تيجي عندي العربية. طب واللي ماتت دي خلاص ماتت بقى، الام سي ام ده باظ خلاص باظ. تمام. لكن اللي هيجي يركب ده هعمل له حاجة اسمها ايه؟ امبير. يعني الام سي ام اللي جاي يركب من عربية تانية او جاي من طقم تاني يركب عندي في عربيتي بعمل له حاجة اسمها ايه؟ امبير. تمام. والامبير ده بيتم بفلوس اضافية، يعني توكن، يعني عملية 20 توكن تقريبا عشان اعمل عملية الامبير. وعملية الطلاق بتتم عند المأذون. يعني ايه عند المأذون؟ هو في مأذون في العربية؟ لا، المأذون بتاع العربية اللي هو التوصيل المباشر، الدي سي كونكت. يعني انا عشان اعمل امبير بحتاج ان انا اوصل مباشر على كنترول، سواء على البنش مود ان انا اجيبه عندي افكه واحطه على الترابيزة، او اوصل الكابل بتاعي على الكنترول مباشرة حتى لو راكب في العربية. طيب والام سي ام نفس الكلام، والتي سي ام نفس الكلام. يبقى عامل التي سي ام لو باظ يبقى هتعمل عمليتين للكنترول اللي جاي الجديد. هتعمل له امبير، تطلقه الاول وتجوزه الاي اس اللي عندك في العربيه. التي سي ام لو باظ هتجيب التي سي ام اللي جاي يركب عندك تعمل له امبير، وبعدين تعمل له بير في العربيه. عمليه البير بتتم عن طريق الاو بي دي اللي هو الفيشه بتاعه السياره بتاعتي الموجوده داخل التابلو. طب لو الزوج نفسه هو اللي حصل فيه مشكله، الاي اس، هغير الاي اس. طيب ممكن اغيره في حاله ان هو باظ، او اغيره في حاله ان انا المفتاح ضاع، المفتاح السواق ضيع المفتاح، فانا هعمل اجيب اي اس تاني بالمفاتيح بتاعته. الموضوع اكبر طبعا لان الزوج مات، فانت هتطلق الموجودين في العربيه اللي هم الام سي ام والتي سي ام وتزوجهم للي جاي من بره. تمام. يبقى انت هتعمل امبير للام سي ام اللي عندك في العربيه، وده عن طريق البنش مود، او هتوصل دي سي كونكت على الكنترول نفسه. والتي سي ام نفس الكلام، تعمل له امبير عن طريق ان انت البنش مود تشيل الكنترول وتحطه على الترابيزه وتوصل دي سي كونكت، او توصل دي سي على العربيه. طبعا ده بيكون فيه خطوره شويه ان الفيشه بتبقى مش في مكان ضيق شويه، والدي سي بتبقى معاك البوكس بتاع الدي سي. فعلى حسب امكانياتك انت هتطلع العربيه، فانت هتبقى معاك ايه؟ توصيلاتك كلها وتوصل على العربيه، او حد يقدر يفك لك الكنترولات وتعمل لهم دي سي على البنش مود على الترابيزه. يبقى انا كده عملت 2 دي سي
كونكت 2 امبير، وتعملهم ايه بير. البير بيتعمل عادي عن طريق الاو بي دي. طبعا الكلام ده بيتم بجهاز الام بي تراك او جهاز التراك اكسبلورر. اسم الشركة او اوتو في اي، الجهاز مسمى بتاعه في الشركة تراك اكسبلورر. المسمى الدارجي في السوق بتاعنا جهاز الام بي تراك. الجهاز ده بيكون لونه ازرق كده، وممكن حتى اعرض صورته على الفيديو. وبيتم شراؤه من خلال الموقع او ممكن خلال فرع القاهرة او فرع جدة او فرع دبي. طبعا اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة في موضوع البير والامبير وفيما يخص الاكتروس الام بي 4. لو حد عايز يعرف تفاصيل اكتر عن الجهاز او سعره او امكانياته، هسيب لكم لينك الموقع بتاع الشركة الاوتو في اي، الموقع الرسمي، ورقم الواتس اللي حابب يتواصل معنا على الواتس. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.